عاجل. هل رأيتم كيف تحولت القوة الضاربة إلى قوة هاربة خلف مراهق أمريكي؟ بينما يتشدقون بشعارات الرجولة، وجدناهم يلهثون في الشوارع خلف شخص لا يملك من المحتوى إلا النباح. اليوم سنكشف لكم كيف فضحت زيارة سبيد عقدة النقص، وكيف أعطى شعب مراكش درساً في الرقي لمن لا يزالون يعيشون في غابة الانغلاق والفوضوي. شاهدوا الفضيحة التي حاولوا التستر عليها. ابقوا معنا، التفاصيل صادمة. لم تكن زيارة سياحية، بل كانت زلزالاً كشف التناقضات. بمجرد وصول اليوتيوبر الأمريكي سبيد إلى الجزائر، اختفت شعارات السيادة والأنفة، وحلت مكانها جحافل من الشباب تجري خلفه في مشهد لا تراه حتى في أكبر عواصم الفن. الغريب في الأمر أن هذا الجمهور نفسه هو من يهاجم المغاربة يومياً بتهمة تقديس الأشخاص، لنجدهم اليوم يتدافعون ويتسلقون الجدران ويصرخون بهستيريا من أجل شخص لا يقدم سوى الصراخ والحركات البهلوانية. هل هذا هو الشعب الذي يدعي النضج والوعي، أم أن الحرمان من الانفتاح العالمي جعل من يوتيوبر بسيط بطلاً قومياً تتوقف لأجله الحركة؟ بينما كانت شوارع الجزائر تغرق في الفوضى من أجل سبيد، كانت شوارع مراكش وطنجة وأغادير تستقبل كبار قادة العالم ونجوم هوليوود وأساطير الكرة. في المغرب يتجول كيليان مبابي في الأسواق الشعبية بكل حرية، ويجلس كريستيانو رونالدو في مقاهي مراكش كأي سائح عادي. لماذا؟ لأن النضج المجتمعي في المغرب تجاوز مرحلة الانبهار بالآخر. المواطن المغربي يرحب بالضيف، لكنه لا يفرط في كرامته ولا يقطع الطريق. الفرق شاسع بين شعب يرى المشاهير جزءاً من واقعه السياحي اليومي، وشعب يعتبر رؤية يوتيوبر فرصة للعراك والتجمهر غير المنضبط، مما أدى في النهاية إلى طرد سبيد أو استعجال رحيله لعدم القدرة على تأمينه. نهاية الفيلم كانت كوميدية. سبيد هرب بجلده، ليس خوفاً من الأعداء، بل قرفاً من الهمجية التي رآها. يقولون: نحن من طردناه. نعم، طردتموه بجهلكم وبفشلكم في تنظيم حتى طابور بشري محترم. هذه الواقعة هي الملخص الحقيقي لواقعهم: ضجيج بلا طحين، وشعارات وطنية جوفاء تذوب عند أول مواجهة مع الواقع العالمي. رسالتي إليكم: قبل أن تتحدثوا عن السيادة والكرامة، علموا جيلكم كيف يمشي في الشارع بوقار. المغرب سيبقى دائما عقدتكم الأبدية. نحن نستقبل الملوك وأنتم تطاردون المهرجين. ما رأيكم؟ هل تتفقون أن سبيد عرى واقع القوة الضاربة؟ اتركوا تعليقاتكم الحارقة في الأسفل، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب لنواصل قصف الأوهام.